أهلا بكم في نشرة مرور صباحي يوم الثلاثاء. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. عودة حميدة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك الذي استمرت 6 أيام. كثافات متوسطة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية داخل المدن والأحياء وعلى الطرق السريعة، مع عودة الموظفين لأعمالهم والطلاب والتلاميذ إلى الجامعات والمدارس الثانوية مع قرب امتحانات الثانوية العامة. أيضا متابعة ميدانية لكافة خطوط السير السريعة بمناسبة عودة السادة المواطنين من المدن الساحلية والمحافظات الأخرى موطنهم الأصلي عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك. تأمين شامل وكامل للمناطق الدينية والتجارية، وأيضا مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل، وأيضا مناطق الأعمال. تعزيات مرورية مكثفة لملاحظة الحالة المرورية وعلى مدار اليوم الكامل مع بدء العمل الرسمي الحكومي والدراسي. تنسيق تام ومستمر ما بين الخدمات الميدانية في الشارع المصري وغرف العمليات، كل في نطاق اختصاصه.